ازيكم يا شباب، ازيكم بنات، ازيكم صحابي، حبايبي، اخواتي، عاملين ايه؟ اولا صلوا على النبي، ازيكم الفيديو. ثانيا رمضان كريم، الله اكرم. وخلاص للاسف بقينا في نهايه رمضان. اتمنى يكون عاد عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه ان شاء الله، والعيد جاي ان شاء الله. ممكن تلاقي فيديو مقارنات اجواء العيد ان شاء الله، زي ما عملت فيديو مقارنات اجواء رمضان والفيديو نجح الحمد لله. ممكن نعمله تحت في الكومنتات لو عايزين نعمله. والنهارده زي ما انتم شفتوا، وثالثا برضو اشكركم جدا جدا على التفاعل. اخر فيديو ما جابش تفاعل جامد، بس قشطه عادي، الله نعديها مفيش مشاكل. النهارده ان شاء الله نشوف مقارنه بين القطارات بالاربع دول، تونس والمغرب والجزائر ومصر. هنشوف دلوقتي مع بعض هنا في ايه، السرعات هنا والسرعات هنا والسرعات هنا والجوده هنا وهنا وهنا. مش تقولوا رايكم تحت في الكومنتات، وانا القطارات اللي عجبتكم. وبس كده، يلا نبدا. اكشن. دلوقتي يا شباب دي قطارات تونس، زي ما انتم شايفين قطارات في تونس انواع واشكال مختلفه. منهم القطار ده، يعني القطار تحس انه عربيتين، فمدي شكل قوي شكل الترام مش المترو كمان، لان الترام بيبقى عربيتين فعلا صغير. فمش عارف ده. ولقيت فيه برضو، هتلاقي هنا وهتلاقي في المغرب، وهتلاقي نفس النوعيه في الجزائر. تقريبا هي شركه، تعتبر تصميم شركه واحده، اللي هو القطار اللي عربيتين. مش عارف ايه اللي يفرقوا بين، يعني اخواتي سواء الجزائريين المغاربه التوانسه، قولوا تحت، لان ده موجود في الثلاث دول مش موجود في مصر، اللي هو القطار اللي هو بعربيتين. قولوا تحت ايه الفرق ما بينهم. يعني ده ما انتم شايفين، ده بقى القطار، بصوا هو ده بقى القطار العادي اللي احنا عارفينه، والعربيات كتير، بس برضه في اختلاف ان في بتاع ده ابواب كتيره في العربيه ذات نفسها. احنا عندنا باب واحد في العربيه. في القطر المترو فيه كتير، مترو او الترام فيه كتير، فاهم؟ التصاميم بتختلف من المترو للترام للقطار، فاهمني؟ بس لذلك برضه التصميم مختلف، وعجبني قوي الاختلاف، يعني فاهم؟ حلو قوي انه في كل دوله، فاهم، تلاقي فيه اختلاف. بس والصراحه القطار لحد دلوقتي شايفه نضيف قوي صراحه وجميل. ومعلومات على السريعه في القطار في تونس. تونس للاسف لا تمتلك قطار كهربائي، بس تمتلك قطارات عادي بالبترول زي كل الدول. بس في دول عندها ده وعندها ده. واسرع قطار عندها بيوصل لسرعه 140 كيلومتر في الساعه. سرعه كبيره على فكره، 140 كيلومتر في الساعه. وعشان برضو تونس مساحتها مش كبيره، ف 140 كيلومتر في الساعه حلو جدا على فكره بالنسبه لمساحه تونس، حاجه ممتازه. زي ما شفتوا من القطر اللي فات، برضو القطر اللي بعربيتين زي ما قلت لكم، اللي هو مش عارف، اعتقد ده قطر في اي بي مثلا، اللي هو الاغلى مثلا قطر تقريبا، اللي هو بيبقى خفيف بيروح على طول وبيجي على طول. لان اكيد طبعا في فرق بين التذاكر من بعضها. يعني زي ما انتم شايفين ده قطر تاني، ده باين ان هو اقدم شويه من اللي فات. وده عادي موجود في كل البلاد يعني على فكره. عندنا في مصر برضو نفس الحوار، بس ده 5 عربيات. احنا عندنا اقل قطر مثلا ممكن 9 10 عربيات، ما ينفعش قطر اقل من كده، عشان برضو التعداد يا جماعه، التعداد برضو مختلف. فعشان كده تلاقي في تونس مثلا القطارات، العربيات بتاعت القطار مش كتير، لان المسافرين ما بيبقوش كتير قوي يعني بالنسبه للتعداد، فاهمني؟ ده قطار برضو مختلف باين. يعني القطار الاولاني كان احلى واحد، ده يعتبر التاني. اللي قبل ده كان اقل واحد، فاعتقد هو درجات. ده مثلا درجه تانية مثلا. ممكن اخواتي التوانسه يا جماعه قولوا تحت في الكومنتات. زي عندنا برضه، عندنا درجه تانية ودرجه اولى ودرجه ثالثه. كل واحد حسب قيمه التذكره وسعر التذكره. ده قطار تاني، بس الجرارات بقى، لا العربيات اللي في قدام دي بتبقى مختلفه شويه. ده برضه نفس، يعتبر شبه القطر اللي فات. ده بقى زي ما شايفين قطار البضائع. قطار البضائع ده بص عامل ازاي. بتحمل بقى في العربيات دي اي حاجه بقى، اي حاجه. وهنشوف على فكره قطار البضائع برضه جايبها في الفيديوهات كلها، عشان احنا جايبين كل انواع القطارات، مش مركزين على قطار واحد في كل بلد، فاهمني؟ جايبين مجموعه القطارات في كل البلاد. ده طبعا دي مقارنه مختلفه عن المراجعات. يعني مقارنه مثلا كنت بعمل مقارنه بين القطار، كان قطار واحد لكل بلد، فجايبين كل اشكال وانواع، حتى التصاميم مختلفه للقطارات. بس كده يا شباب، خلاص خلصنا قطار تونس، نخش على قطارات اكشن وقطارات مصر. بص يعني ده بسم الله كده، ده اول قطار. بص زي ما انتم شايفين ما شاء الله، شكل العربيات وشكل الجرار حلو جدا. ده اعتقد الفي اي بي، اللي هو الدرجه الاولى، فاهمني؟ اللي جاي برضه فاهم شبهه. الجرار بالعربيات شكلهم حلو جدا. ده القطارات العربيات الجديده. فيها هتلاقي في الفيديو ده برضه العربيات القديمه، لا ممكن تلاقي درجه تانية ودرجه تالتة. وعندنا في اسباني وروسي وفي اي بي والبلدي والاكسبريس، عندنا كل حاجه. دي محطه اوسنا دي مدينه. بص بقى ده القطار ده، بص الجرار هتلاقيه اقدم شويه، والعربيات كذلك هتلاقي اقدم اللي فاتت، فاهمني؟ ده بقى درجه ثالثه. ده درجه ثالثه اللي هو
الاقل قيمه سواء في القطر او في التذكره كمان. ده برضو بص قطار، ده يعتبر في اي بي. في اي بي يعتبر هو درجه احلى واحد. في اسباني وفي روسي درجه اولى ودرجه ثانيه، بس الفي اي بي معروف هو انضف واحد، في درجه اولى ودرجه ثانيه بس. معلومات سريعه عن القطار في مصر. القطار يعتبر اسرع قطار في مصر بسرعته 120 كم في الساعه. طبعا مش احسن سرعه، يعتبر قطارات مصر هي اقل قطارات بحيث الاربع دول سرعه ما بينهم. ومصر بيقول ان في مشاريع هتعمل فيه قطر كهرباء. في على فكره قطر كهرباء دلوقتي في مصر، بس قطر كهرباء خفيف وهنشوفه مع بعض دلوقتي. مش قطر الكهرباء اللي هو الكبير اللي بيسافر فاهم مسافات زي ما نشوف القطار في الجزائر او في المغرب. ده برضو القطارات المصريه، طبعا دي درجة تانية تقريبا أو درجة تالتة. فقطارات مصر بالنسبة برضو لطولها ومساحتها مش أحسن حاجة، لأن فاهم، فعشان كده بقى هيبقى في تدعيم وفي محطات جديدة، بالذات العاصمة الإدارية الجديدة اللي بتتبني دي، فدي فاهم، ومدينة العالمين. فدي يعني المدن مبنية بطريقة حديثة، فلازم تتكمل بطريقة حديثة، بنية تحتية بطريقة حديثة، بحيث برضو النقل والمواصلات تبقى أحسن من كده. زي ما احنا شفنا الطرق في مصر مرتبتها عالية، لذلك برضو إيه فاهم، محطات القطار والقطارات ذات نفسها لازم جودتها تعلى. ادي اهو، ده بقى تقريبا الاسباني. ده بقى درجه تانية، ده هتلاقي انضف شويه من اللي فات اهو. ده الفي اي بي برضه درجه اولى، يعتبر بص احلى واحد درجه اولى، وفي درجه تانية. القطر ذات نفسه فيه درجتين فاهمني، درجه اولى درجه تانية. ده اسباني. كده خلصنا اول فيديو. تاني فيديو اللي عشان الفيديو الاولاني بتاع مصر مش موجود فيه القطارات الكهربائيه، فهنشوف مع بعض القطار الكهربائي في مصر. ده اسمه قطار الكهربائي الخفيف في مصر. خفيف عشان هو صغير مش كبير فاهمني. بيسافر مش عارف الصراحه التفاصيل، بس هو بيسافر يعني ممكن محافظتين فاهمني. ما بيروحش حتت، ما بيروحش الصعيد مثلا، او ممكن ما بيروحش كمان اسكندريه فاهمني. بس زي ما ما شاء الله قطر ضيفه على اصوله يعني. دي يعتبر من القطارات الكهربائيه اللي هي طبعا لسه بادئه من السنه اللي فاتت. كذلك برضو الحافلات او الاتوبيسات الكهربائيه برضو لسه داخله مصر من السنه اللي فاتت. بس الحافلات او الاتوبيسات في بعض المناطق، كذلك القطر الكهربائي ده برضه في بعض المناطق مش لسه ما انتشرش، او لسه ما بقاش موجود في كل المحطات فاهماني. حتى تلاقي المحطه شكلها حلو جدا، فمش محطات موجوده في اي حته. اما البنيه فاهم القطار الكهربائي ده يجي لسه قدامه مثلا حوار سنتين 3 مثلا، ان هم المفروض ان هم بداوا فيه يعني. وده فاهم يعني خير مثال بدايه يعني. تناسق الالوان في تصميم القطر الخارجي، ما فيهاش ازعاج او تلوث بصري. القطر ده صناعة صينية، والصين عاملة مشاريع كتير في النقل ال LRT في دول أفريقية تانية. سبقتنا من كام سنة في نقل ال LRT، مثلا زي نيجيريا وأثيوبيا، وهم عملوا المشاريع عندهم بالاشتراك مع الصين. و LRT اختصار لكلمة Light Rail Train، يعني قطر سكك حديدية خفيف. حد يقول لي يعني انت هتعيش بقى دور معلم اللغة الإنجليزية؟ هقول له أبدا والله، ده أنا حتى الإنجليزي بتاعي مش قوي. سرعة القطر القصوى 120 كيلو، لكن سرعة التشغيل الفعلية في الأغلب هتكون 80 كيلو. المسافة اللي هيشتغل عليها القطر ده 90 كيلو، متقسمة على 3 مراحل. أول مرحلتين طولهم 70 كيلو، ومتكونين من 12 محطة، منهم العبور والشروق وهليوبلس الجديدة وبدر. وفي بدر الخط هيتفرع لخطين، واحد هيكمل العاصمة وواحد هيكمل العاشر من رمضان 2. شفت زي ما شفتوا شرح اللي بيشرح معمول في المناطق زي ما انا قلت لكم في بدر والشروق. يعتبر المناطق دي بتتبني جديد، فمناطق حلوه فاهمني، فعشان بيكملوا الصوره ويخلوا المنطقه شبه كامله يعني. دلوقتي خلصنا قطارات مصر، نخش دلوقتي على قطارات المغرب. اكشن. ده اول قطار، ده قطارات النقل. بصراحه شكل النقل مختلف شويه، شكله حلو يعني، عجبني ان هو عشان مختلف مش متعود عليه. شكله حلو، مكتوب اعتقد ده مش عارف ده اسم القطار اللي فوق ده يعني ايه 1350 مش عارف الصراحه، هل ده اسمه ولا رقم ولا ايه مش عارف. بصراحه قطار نقل الصراحه حلو جدا ونضيف جدا. وهتلاقوا في الاخر القطار الكهربائي اللي هو قطار البراق، ما شاء الله اسرع قطار في افريقيا. هنشوف في الاخر، عشان ما قلت لكم انا مش هعمل قطر واحد زي المقارنات اللي كنت بعملها في الاول، لا هعمل كل القطارات. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله القطر ده تحس ان هو 50 عربيه ما شاء الله، هو مش ناوي يخلص ولا ايه. ادي القطار التاني. الاستوم دي اعتقد دي الشركه المصنعه على ما اعتقد، شركه فرنسيه مصنعه. على فكره في المغرب في شركات كتيره او قطارات كتير تصنيع فرنسي وصيني وامريكي فاهماني، تصنيعات مختلفه.
زي ما مش فين القطر اهو، ده تقريبا ده قطر درجة تانية ممكن. الصراحة العربيات شكلها حلو جدا الصراحة. دي اللي هو فاهم العادية اللي هي معمولة بالبترول أو بالبنزين زي في كل المناطق، فاهمني؟ ده قطر كمان اهو، ده ممكن يبقى درجة تانية برضو. E 1450 الأسطم برضو نفس الشركة المصنعة. على ما أعتقد الصور مكتوب فرنسي صراحة، وأنا مش فاهم فرنسي، بس أعتقد ده اللي قصده يعني. بصوا الجرار شكله حلو جدا الصراحة. ورا العربيات تقريبا العربيات كلها نفس الشكل، مش عارف اللي هي العربيات اللي فيها الركاب غير الجرار، بس نفس الشكل. لا ده مختلف شوية. زد ام، قطار زد ام، بص ده صناعة بلجيكية. زد ام بص ده عربيتين نفس اللي كان موجود في تونس، زي ما انا شايف على ما اعتقد، ولا هو كبير؟ لا هو عربيتين فعلا ولا عربيتين زي ما قلت لك. لا مختلف، اعتقد ده برضو بيعدي في مسافات صغيرة. اخواتي المغاربة بيقولوا تحت الكومنتات القطارات الصغيرة دي، لا ده 3 عربيات مش عربيتين، بس ده بيعدي في المسافات الصغيرة مثلا بالمدن الصغيرة، مش الصغيرة القريبة من بعض، ما يقدرش فاهم يسافر مسافات مثلا زي البراق او زي القطارات المغربيه الكبيره الطويله اللي بتسافر مدة طويله، او الزد ام. يعتبر تصميمه اقل شويه من اللي فات، ممكن يكون مش عارف ده درجه برضه درجه تانية مش عارف برضه، او درجه ثالثه. زد 2 ام ده صناعه ايطاليه على ما اعتقد، الشركه المصنعه شركه ايطاليه. صراحه شكله برتقالي وشكله حلو، عاجبني قوي. التصميمات مختلفه مش كلهم نفس الشكل، فاهمين؟ الجرارات والعربيات اشكال التصميم الخارجي والشكل والدهان والالوان مختلفه، دي حاجة حلوة جدا على فكرة. واحد ما يزهقش يعني. برضه ده 3 عربيات تقريبا، الحاجة اللي فيها زد ام تقريبا دي القطارات تقريبا قصدهم الصغيرة على ما اعتقد. هنا سنسقط قليلا. البراق، براق تصنيع فرنسي، اسرع قطار يا جماعة في افريقيا. ومعلومات سريعة عن القطارات في المغرب او عن القطار البراق طبعا، يعتبر ده اسرع قطار في افريقيا وبرضه في العالم العربي، بسرعة 320 كيلومتر في الساعة، ما شاء الله. وتقريبا المسافرين يا جماعه على البراق 3 مليون مسافر سنويا، البراق ذات نفسه. بصوا مش عارف، تحس ان هو مش عارف بقى، هو البراق تقريبا يا جماعه دورين صح؟ اخواتي المغاربه يقولوا لي البراق دورين فعلا. شايف ازاز فوق ازاز تحت، ما شاء الله. جبار جبار ما شاء الله. يعتبر هو قطر كهربائي، وكذلك قطر من القطارات اللي هي شديدة السرعة او السرعة فائقة يعني. كان في مصر قطر كهربائي بس مش شديد السرعة زي ما انتم شفتوا اللي فات ده، بس هو كان ساعته او اخره كان 120 كيلومتر. لسه بقى القطارات الكهربائية شديدة السرعة دي لسه ما اتعملتش في مصر. وفي الجزائر في قطار برضو جزائري وسرعته عاليه بس مش زي البراق برضو، ما شاء الله. شفنا دلوقتي قطارات المغرب، هنخش دلوقتي على قطارات الجزائر اكشن. والجزائر برضو هنسيبها بالصوت عشان نسمع الشرح، عشان الفيديو فيه شرح. الفيديوهات اللي فاتت ما كانش فيها شرح. تسير هذه القطارات الجديدة بسرعة متوسطة تبلغ 160 كيلومتر في الساعة، مما يسمح بتقليص مدة السفر على مستوى الخطوط الكبرى، لا سيما على الخطوط الرابطة بين الجزائر ووهران، الجزائر وقسنطينة، الجزائر وتلمسان، تلمسان وعنابة، وهران وبشار. تتميز هذه طبعا هو لازم الجزائر يبقى فيها قطار فائق السرعه، لان الجزائر تعتبر اكبر دوله عربيه من حيث المساحه مني، فلازم قطار سريع. القطارات في تصميمها الخارجي بشكلها الانسيابي ومؤثرات بصرية عاكسة للطبيعة التي تسير فيها، وتحتوي على غرفة قيادة عصرية مجهزة بشاشات مراقبة وأحدث تكنولوجيات أنظمة السير، وغرفة خاصة برئيس القطار. كما تحتوي هذه القطارات على 254 مقعد من الجلد الرفيع مجهزة بمآخذ كهربائية وUSB لشحن الهاتف النقال والكمبيوتر المحمول، منها 60 مقعدا من الدرجة الأولى و194 أخرى من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى 12 مقعدا مهيأ لذوي الاحتياجات الخاصة. هذه بقى يا جماعه الصراحه من الحاجات المحترمه جدا، يعملوا مقاعد لذوي الاحتياجات مخصصه، فاهميني؟ لذوي الاحتياجات الخاصه بحيث تسهل عليهم السفر، فدي حاجه محترمه جدا جدا. فينا ومضيفات مؤهلين، خدمة الويفي. زي ما انتم شايفين قطر
قطار كوراديا زي ما انتم شايفين. انا كنت هقوله بس الشرح في الفيديو وفر عليه حاجات كتير. نخش نشوف بقى باقي القطارات العاديه اللي في المغرب. ده اول قطار، بصوا ده اعتقد هو صح ولا ايه، مش عارف. دي المحطات. بصوا بقى، هو القطار اللي تحت ده باين هو قطار درجه تانية، مش احدث حاجه، مش زي كوراديا طبعا. ده برضو قطار البضائع زي ما انا قلت، وريت لكم في كل دوله قطار البضائع. بضاعة بقى اعتقد فحم او حاجات كده، قطار بضائع. في اللي هي الكونتينر او الحاويه. وفي كل دوله قطار البضائع ده تحس ان هو مختلف، تصميمه مختلف، فاهمني؟ شايفين الجرارات مختلفه، اعتقد ده افتتاح جرار ولا ايه. بص الورد، بص العربيات بقى مش زي كوراديا، اعتقد برضه درجه تانية، فاهمني؟ او درجه اولى مثلا، بس مش درجه اولى اللي في كوراديا. يعني اعتقد هو قطار واحد كوراديا متصمم تصميم واحد، والباقي تصميمات بقى فاهم مختلفه. زي البراق كده في المغرب، يعني هو براق فاهم ملوش قطع غيار، هو جاي كامل كده فاهم، والتانيين بقى فاهم بيتصنعوا عادي. ده برضو قطار، بصوا 3 عربيات او 4 عربيات، برضو القطارات الصغيره دي منتشره جدا في المغرب العربي. بس كده يا شباب، بس كده يا بنات، خلاص خلصنا قطارات الجزائر. المستوى يعتبر متقارب جدا بين الدول وبعضها. الله، المغرب طبعا عندها البراق، اسرع قطار في افريقيا، 320 كيلومتر ما شاء الله، يعني فاهم ممكن ياخد المغرب في ساعتين مثلا ولا حاجه. وقطار في الجزائر كوراديا قطار جامد جدا برضو، يار كهرباء و160 كيلو. وفي مصر مفيش قطارات كهرباء كبيره غير القطار الصغير اللي هو اللايت ده زي ما انتم شايفين. وفي تونس مفيش خالص قطارات كهرباء، بس في تونس قطارات سرعتها ممكن توصل ل 140 كيلومتر، اعلى من سرعات القطارات اللي في مصر. بس كده، لما انا في فيديو كان عاجبكم تقولوا رايكم تحت في الكومنتات، وانهي القطارات اللي عجبتكم. اتمنى طبعا التوفيق لكل الدول العربيه وان شاء الله الازدهار. بس كده قولوا رايكم تحت في الكومنتات، وقولوا لي انهي قطار عجبكم، وانهي قطارات، مجموعه قطارات مش قطار واحد، انهي مجموعه قطارات، وانهي دوله عندها قطارات احسن. اتمنى الفيديو كان عجبكم، تشتركوا في القناه وتعملوا تكتبوا رايكم في التعليقات، تعملوا لايك شير سبسكرايب. بس كده، وقولوا لي تحت في الكومنتات لو عايزين نعمل افكار او فيديوهات معينه، قولوا لي تحت في الكومنتات. لمس عليكم. with